ضيفتنا اليوم بنينه بزاف، معروفه بالاناقه ديالها، ولكن عندها بزاف اللي غادي نقلقتهم. سيو اليوم نعاونوهم وخرجوا في واش كاين فيها، ولكن نظن بلي راح تكون صعيبه الدعوه. واش ديال ريتي واش راه كاين تما كاع ما شرحت لكم. مشاهدينا الكرام اهلا بكم. ضيفتنا اليوم غير عاديه، في وضع غير عادي وفي قطاع غير عادي. ضيفتنا اليوم عاشت في الايام الاخيره توتر رهيب في القطاع ديالها. نسعد ونتشرف باستضافه وزير التربيه السيده نوريه بن غبريط. اهلا بك سيدتي. شكرا وشكرا على الاستضافه. لماذا عدم الاستقرار اللي صار في وزاره التربيه مؤخرا؟ الشيء اللي لاحظناه في المرحله التاليه مع فئه تاع المتعاقدين، انا نقول باللي الوزاره التربيه الوطنيه وكل الحكومه ككل سيرت هذا الملف بكل حكمه، وحاولنا باش نقنعوا هذه الفئه، وانا تلاقيتهم شخصيا 3 مرات وبعثت في بودواو 3 خطرات كذلك من ديليغاسيون. بن غبريط راهي تسنى في بلال يسقسيها على البرنامج، مي بلال راهو مجد لها حاجه وحده اخرى خلاص. دونك راه عندنا عدد تقريبا 1,000,000 اللي راه مسجل، وراه عندنا تقريبا 35,000 متعاقد مسجل. نعم. قليل جدا. سيدة الوزيرة، في هذا الوقت هذا وزير التربية كانت هنا في الجزائر؟ نعم. هنا. تمام. نظن كاين تقرير وجدناه في قاعة الأخبار، نشوفوا التقرير هذا على سيدة الوزيرة. هي نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية. منذ حصولها على أحد أصعب الحقائب الوزارية صنعت الحدث بخرجاتها وتصريحاتها الإعلامية. كيف استطاعت ترويض نقابات القطاع؟ أي امتيازات منحتها لهم من أجل سكوت؟ بن غبريط التي تقضي قرابة 4 أيام من الأسبوع بعاصمة الجن والملائكة باريس لها شبكة علاقات كبيرة هناك. عدسات الباباراتزي رصدتها أكثر من مرة وهي في أفخم محلات شوبينج بباريس. يقال أنها تصرف ما يعادل 10,000 يورو شهريا على أناقتها فقط. دخلت في صدام وصراع مع هدى فرعون زميلتها في الحكومة حول من تفوز بلقب الوزيرة الأكثر أناقة. لا تخفي علاقتها بكبار جنرالات المؤسسة العسكرية، فشلت في كل المهام التي أوكلت إليها. فهل بن غبريط جاءت لدق آخر نعش في صندوق قطاع التربية أم أن لها كلام آخر؟ أيام في باريس ماشي بزاف. شكون أنا؟ أنا ما عندي الوقت باش نروح حتى لوهران، ما عنديش الوقت باش نمشي. هي المسكن ديالك في وهران؟ أنا المسكن ديالي في وهران دائما، وعندي غير واحد. عندي غير واحد وهو في وهران، واللي شافني ودا التصويره ديالي ولا عنده لو بي دافيون تاعي يتقدم. أنا ما عندي وقت أولا، وأنا نتكلم بكل شفافية بس ما عندي حتى حاجة ما نخبيها. معروفة سيدة بن غبريط بالأناقة ديالها، يقولوا راح تشري حوايج من باريس. لا هادو كذوب، ما نقولش حتى إشاعات، لا هادو كذوب. بن غبريط راهي حايرة منين طاحت عليها هاد البلية. صباح اليوم الإشاعة هي اللي أخذت مكانة الإعلام. ما تشوفوش بلي 10,000 يورو في زمن تاع شوف نشروهم لبسه ماشي بزاف شوية؟ من جاتهم 10؟ أنا ما عنديش. يقولوا بلي انت شريتي ب 10,000 يورو. مي شكون اللي قال وين شافوني ولا ما عنديش؟ شكون اللي قال وين شافوني ولا ما عنديش؟ لا غير بصفه يعني باش نتفاهموا مليح في هذا الميدان. اولا في دينيتي ما كان عندي 10,000 يورو باش كانوا 9,000. لا 9,000 ولا 10,000. انا موظفه، انا باحثه واستاذه باحثه، والاجره تاع الاستاذه باحثه معروف، ما تقدر تغير ولا حتى تعمل لو شونج كما راهم يعملوا دركا لو شونج باراليل، سي امبوسيبل. ما رحتيش للسكوار كاع سيده الوزيره، لانه المعلومات يقولوا بلي صرفتيهم في السكوار 10,000. اديتو انا نتحدي اللي شافني واللي راه عنده البرهان في هذا الميدان. اصبحت اليوم يعني في كل الميادين، ماهوش فقط الشيء اللي شفتوا اليوم. واحد عنده كاميرا يخلق يعني الحدث
بالكذوب. هذا الشيء سهل على كل حال. معليش، والعلاقه بالجنرالات يقولوا هما اللي يحكموا في الوزاره. واش وليتي وزيره؟ ما نعرف حتى واحد. ما في بوعلم. تسمح لي راهو دخل فيها بوعلام، ربي يجيب الخير. تتبان لكم حاجه سهله باسكو انت عايش في العاصمه وتعرف كامل هاد الشخصيات. انا كنت عايشه في وهران، حقيقه كنت مديره مركز وطني للبحث في الانثروبولوجيا، ولما تكون في هذا المنصب، هو منصب عالي وليس وظيفه، كمدير مركز، ما عندكش الوقت باش تعمل شبكه العلاقات. والان في القطاع التربيه من الصباح حتى العشيه كي ما نكونش في الميدان راني في الخدمه. عليه السيده الوزيره، الجنرالات ما عندكش علاقه معهم. شونزيليزي ما رحتيش ب 10000 اورو، ضربت 8000 ب 7000. باريس ما قضيتيش 4 ايام فيها. المشكل اللي عندك مع هدى فراول حول الاناقه. أنا هي زميلة، وكانت زميلة قبل ما رحنا اليوم في الحكومة. كانت حتى هي مديرة في لاجونس تاع لا تكنولوجي في البحث العلمي. كنا مع بعضنا بعض. دركا راهو دخل فيها سوق نسا، وهذا واش راهو حيقلق نوريه بن غبريت. هذه معروفه. ما مشكل. معليش، هذا كلام نقدروا نقولوا. ما رحناش في المنافسه، لا ما طيحناش المستوى حتى لذاك الشيء باش تقول باللي الشيء اللي راه مهم في الحكومه هي المنافسه على الاناقه. نو احسن. هي كي انا. ربما انت ب 10000 اورو هي تقدر تكون ب 15000 اورو في شونزيليزي. لا هذا شوف، انا نظن باللي المجتمع الجزائري ما راه محتاج هذا النوع من المعلومات. هل تظني انك حتقعدي في الحكومه؟ أنا مش عارفه، ونظن باللي هذه ماشي هام. نتوقع انه اذا ما قعدتيش في الحكومه راح تروحي للفيلا ديالك اللي موجوده في بلجير، مدينه نونت الفرنسيه. Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai ça. Mais une villa avec piscine. أنا؟ لا. شو هذا فريمون نظن باللي رحنا في ماشي العاد. سيدة الوزيرة معليش، في فرنسا ما حبيتيش ديكلاري. أنا في الجزائر شحال عندك الفيلا؟ عندي وحدة. فيلا وحدة؟ وماشي غير أنا. نعم. سي مسيو مدام. ما عندي حتى اموال خارج هذه يعني هذا السكن اللي عندي. عندنا الصور وعندنا وثائق تثبت انك عندك ان كونت في ما يعرف بفضيحه الباهاماس بايبرز. هذه اللي جات مول بنما بايبرز. لا شو تسمح لي، انا شو ما انا موظفه سيده الوزيره بسيطه في هذا الميدان. نعم. في الباهاماس بايبرز. لا ايوا وافيك اون فيلا في باريس. راك تسمناها لي، نظن راك تسمنا باش تكون عندي هذاك الصوالح. انا نتمناها لروحي ثاني. اي حتى انا نتمناها لروحي، ولكن الواقع ما كانش يختلف. في الواقع ما كان والو. انا ما عنديش. حتى انا ما عنديش. هل الحقيقه انه الجزائر تستورد كتب من تل ابيب؟ ما كانش كتب من تل ابيب. ما عندنا حتى علاقه في تل ابيب، في الميدان التربوي. علاش انت عندك معلومه في هذا الميدان؟ يقولوا الوثائق يقولوا كذلك. المعلومات للاسف الجزائر مبنيه على سمعت قالوا لي. اعطينا البرهان. ولا تسمح لي، انا الطريقه اللي نستعملها هي الطريقه العلميه، والمنهج اللي نستعملو وهو مبني على البرهان. اذا واحد ما عندوش البرهان، البرهان رانا محطينه رانا مخبيينه. لا وما حبيناش نجبدوه لك دوك، بصح نجبدوه. لا غير تصور في جونزيليزي. لا جبدهم. علي سيدة الوزيرة، سؤال آخر برك. كان الوزير بن بوزيد وبعده الوزير بابا أحمد، ما قدرش يستقطب، ما قدرش يعني يراضي النقابات. هل هي طبيعية أنه الوزيرة بن غبريت تجي تحطهم كاع يتيك، يعني تحطهم كاع في بلاصة واحدة ويهدى القطاع ديالك؟ هل هذا يعني صار باطل ولا؟ لا في أمور لا يظهر لي بلي ما تبعتوش مليح. ملي بديت في شهر ماي اللي جيت 2014، شهر ماي 2014 ملي جيت فتحت الابواب
تاع تبادل الآراء وتاع المناقشة معهم. سيد الوزير شو معاهم عملت ساعات وساعات. سيد الوزير قنعتيهم لكن ماهوش موظف. يقولوا كانت شكاره فيها. ما كان حتى شكاره. لا ما كانش واللي شكاره. عنده يجي يوريها لي. سيد الوزير والله المشاهد الكريم لما يشوف دوك يقول الوزير هذه ما عندها لا فيلا في باري. لا شركه للأسف. في الباهاماس بايبرز في الباهاماس، يعني ما نجبد اسماء في الباهاماس بايبرز، لا علاقات مع الجنرالات، لا. يستغرب المشاهد الكريم. استغرب كاين بزاف الافكار مسبقه على كل حال. وشكون اللي جسد هذه الافكار المسبقه؟ انا نظن لعبتوا دور كبير جدا انتم رجال ونساء الصحافه باش تركزوا باش تركزوا الافكار باللي كل واحد اللي راه في الحكم هو انسان يعني خوان، هو انسان اللي ما عنده حتى كفاءه. يعني هذه الصوره ديال السلطه معليش ما نتهموش يعني الاعلام. لا مانيش نتهم راني نقول باللي شاركتوا في بناء صوره ديال الرضاءه، صوره تاع خيانه تاع كل لا شيء. يا سيد الوزير يا سيد الوزير احنا ما قلنا لا، بصح انا ما جيتش على هذا لا ولكن هذا داخل معليش هذا لا ما داخلش باسكو المجتمع يا سيدي رديتنا كيما هذوك لي زيميسيون. لا ما يا سيد الوزير عندك سيد الوزير تري سيريوز. هناك عاجل سيد الوزير. نشوفوا واش كاين. لا بوتفليقه يقرر اجراء تعديل حكومي. يشار لي في الاستوديو انه السيده الوزيره انهاء مهام نوريه بالغبريت تعيينها وزير التضامن. ربما شافك حنينه بزاف. راح الغالي والدغرام معاه. شكون؟ لو كان جيت حنينه، لو كان ما الحنانه انا هذه شهاده لي الحنينه. انا نفرق ما بين الحنانه الطريقه اللي نستعملها ولكن رئيس يسقط 10 وزراء ونوريه بن غبريت وزير لا شوف في التسيير الملفات انا عندي صرامه. هل سيتم تسويه قضيه ملف ما يعرف بدور العجزه؟ لا واش راك تعمل هنايا؟ حابه نشور. لا ما تشور. نروح المكتب ديالي راهم يستناوني. وين تشوري يا بن غبريت؟ وين تروحي؟ مازال هذا وين بدينا. لا غادي نروح في المقر تاع وزاره التربيه الوطنيه. يشار لي انه الشيخ شمس الدين عين وزيرا للشؤون الدينيه. هذا حيكون مشكل شويه في الحكومه. الى انتم تعتبروه يعني راجل عنده خبره بوركوا با الشيخ شمس الدين، ولكن هذا على حسابكم انتم. نظن باللي هو المعيار تاعك انت ولكن ماشي المعيار ديالي. نقدروا نشوفوا الصوره جماعيه للحكومه مع السيد رئيس الجمهوريه السيده نوريه بن غبريت وقدام الشيخ شمس الدين. وي يعني انا على بالي بلي تحبيه بزاف يعني. لا هي علاقة العمل خصك تعرف مع من يقول لك تقوم. أنا ما نتفاهمش تماما الطريقة اللي هو يستعملها. هذا النوع من الحصة ما كنت قلت لي عليها على هذا المحتوى. يشار لي أن المخرج هناك عاجل آخر. هذا عاجل آخر. سيدة نورية بن غبريت لقد شاركت في الكاميرا المخفية رانا هناك. وانا راني مولده صحيح. الباهاماس بايبر. Non, franchement, et moi j'ai préparé tous mes. Non. يا سيدة الوزيرة، على بالنا بلي راكي تحت ضغط كبير وواحد ما يتمنى في الحكومة يكون في بلاصتك. نتمناو لك كل التوفيق، بصح حاجة واحدة، عاوني خوتنا تاع الباك وفرحي الأمهات اللي راهم يشوفوا فيك. عمري ما طحت في فخ كما هذا تاع اليوم، وراكم شفتوا كنت تالمون افتجأت في هذا الميدان حتى وليت بريسك باراليزي. يعني بديت نقول غير لا نشكر يعني الانيماتور
ولو فوالا ما يمكن جي بوتيتر ان بو بيردو لي بيدال في الاجوبه. نتمنى النجاح لكل التلاميذ، نجاح لكل الموظفين، وكذلك صحة رمضانكم. من خبرتي يا حموك نبي نضيفوك الفيسبوك. حكمتوني مليح مليح.